الكرسي طبعا انت لو الحين تطلبني في مسلسل ما اكلمك انا، اتكلم مدير اعمالي، بعدين مدير اعمالي فيما بعد يكلمني. ايه ايوه والله يعني ما شاء الله كويس. بس انا لو تطلبني في مسلسل اتحكم عليك، اقول لك ما ابغاش. طيب معنا اتصال يا عبد الله، ممكن ناخذه؟ الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا خالد، هلا. الله يمسيك بالخير خواتم. ومسيك بالخير والعافيه والصحه. شلونك؟ الله يرضى عليك. الله يطول عمرك. ما شاء الله تبارك الله على الولد اللي عندك، ما شاء الله تبارك الله يطول عمرك. هذا ممكن اكلم الاخ عبد الله؟ هذا هو يسمعك طال عمرك. حياك الله. الو. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. شلونك؟ والله كويس. يا اخ عبد الله ممكن اسالك سؤال؟ ممكن؟ تحفظ من الشعر شيء؟ والله الشعر يعني الحمد لله، يعني إذا في أوقات فاضية لي فأحفظ شعر وأحفظ قرآن، يعني ما يمنعنيش أي شيء. طيب يعني ما عندك قصيدة كذا حافظها شيء ولا خاطرة ولا شيء؟ إن شاء الله. عندك شيء تحافظه ويسألك عن حاجة خالد الآن؟ إن شاء الله. في عندك شيء؟ سمعنا. لا 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 لا. سمعنا. الله يرضى عليك. لا 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 الله يرضى عليك. عبد الله عاد. الله يرضى عليك. ما فيش. عطنا بس لو بيتين كذا إذا عندك شيء. ما فيش الشعر. عشان اتصال خالد الآن معنا. قطع الاتصال. لا أنت تحب تحرجني قبال الناس. لا سمعنا ما عليك. والله انك تحب تحرجني شكلك. لا أنا ما أحرجك، بس سمعنا ما فيها شيء. صحتها. ما فيش. ها؟ ما فيش. أعطيني أنت. عطني أنت. ما بلا أنت. أنا والله ما أحفظ شيء. خلاص أنا والله ما أحفظ شيء. طيب عبد العزيز، عطنا عبد العزيز. الو عبد الله. ايوه. كيف انت؟ الحمد لله. معك عبد العزيز قميده. حياك الله. كيف انت؟ كيفك يا عبد العزيز؟ وين انت؟ لا عبد نسمعك، تلفونك مسكر في اليمن. كيفك يا عبد العزيز؟ هذا صديقي في جدة. ما شاء الله تبارك الله. عبد العزيز. لي والله كذا شهر. انت تعرفه عبد الله؟ اي نعم عبد الله صاحبي. كيف حق الذي بيروح معايا في اليمن؟ كيف تعرفت عليه عبد العزيز؟ عبد العزيز خليك معانا. خليك معانا عبد العزيز. والله تعرفت عليه مثل ما تقول، يعني كنت في مكتب واحد صاحبي في وزارة الاشغال في اليمن، اسمها الاستاذ عبد الله الماخذي، مدير وزارة الاشغال، وهذا كمان من اعز الاصحاب عندي. تعرفت عليه والله ما قصر معي، والله عبد العزيز كمان ما قصر معي، وتعرفت عليه هناك. أشوف تعرف ناس مسؤولين في وزارة الإشغال ووزارة البلديات، الظاهر علاقاتك جيدة في الوزارات، وبالذات الخدمية. تبغاني أشغلك؟ الخدمية يعني. تبغاني أشغلك فيها؟ ما عاد أشغلك. ما عاد أشغلك. ليه؟ ما عاد أشغلك. يعني في وساطة. لأنك خليتني اليوم السهر معك. أنت عبد الله يعني جميل، والسهرة معك ممتعة. والله معك ممتعة. معنا أخت هيفا تكلمنا على الخط. تفضل يا أخت هيفا. السلام عليكم. عليكم السلام. بس بسأل خفيف الظل عبد الله. تفضل، هذا يسمعك عبد الله. الو. هلا عبد الله. حياكم الله. اخبارك؟ الحمد لله. عبد الله بسألك سؤال، انت يعني ليه ما تكون لك سيدة اعمال؟ تكره البنات ولا شيء ثاني؟ هذا يعني فيها احراج. فالاحراج هذا كله احراج. لا لحظه. فالاحراج هذا كله من سبب المشكله مديرة اعمال، ما مديرة اعمال الاستاذ حقنا هذا. لا انا ما سببت شيء. عادي والله، يعني كأنك بنت، يعني كأنك اختي عادي. بس يعني احنا قبائل، في مثل ما تقولي قبائل ما يحبوش البنات عندنا مديرة اعمال. سؤال ثاني معليش. تفضل يا اختي تفضل. انا تو في البرنامج قريت في الجريدة ان تتضايق من المعجبات، هذا صحيح ولا؟ ايوه. ايوه ليه؟ وكيف لو ما سقستي؟ هو يخاف من ابوه ترى على فكره، يعني قال لي خلاص، يقول شغله الحريم دي انا تخوف، وحتى الممثلات اقول له اذكرهم، يقول ما اقدر اذكرهم، ما لي دخل فيهم انا. ايوه كان. في سؤال اخر يا اخت هيفا؟ لا شكرا. شكرا لك طال عمرك، شكرا. طيب معنا مكالمه يا عبد الله. ايوه. عبد العزيز. الو. اهلا يا عبد العزيز، حياك الله، صباح الخير. حياك الله. الله يحييك عبد العزيز، ارفع لي صوتك بالله. احب اهنيك على اختيار هذا الضيف المرح يعني. الله يطول عمرك. بسألك وش ابي اساله. هذا هو يسمعك طال عمرك، تكلم، تحدث. عبد العزيز يكلمك. حياك الله. حياك الله. كيف الحال؟